يا فتح علينا يا رزاق. بقول لك والنبي يا إدارة، عايز علبة كريم من ده واربع ازاز شامبو من ده. رفع علامة رابعة. والله عايز اربع ازاز شامبو. طب اركب معايا البوكس. انا خايف والنبي يا إدارة، عايز ازازتين شامبو وازازتين كمان شامبو. 2 شامبو و2 شامبو، انت تاخدوا 4 طلع على بعض. انت رافع علامة رابعة قدام على البوكس. ما قلت بقول لك 2 شامبو و2 شامبو، بس تعملني فقر وتقول لي 4. طب البس وروح معاهم. رفع علامة رابعة. يا عم انا مش معاهم، انتوا تطلعوا منين يا عم؟ اركب معايا البوكس. بالنسبه لموضوع ابو تريكه بعد ما جاب انجازات لمصر وخلى راس مصر لفوق، رفع جزمه ابو تريكه جابت لمصر انجازات، جزمته جابت لمصر انجازات. يجي بعد كل السنين ده تقول ابو تريكه ارهابي واخواني وتصادروا امواله؟ طب امال الناس اللي عماله تخرج براءه ناس يعني كانوا بيدبحوا في البلد وعمالين يخرجوا براءه وفلوسهم معاهم زي ما هي ولا حصل لها اي حاجه، دي تسموه ايه؟ لو ابو تريكه انتوا معترفين ان هو ارهابي، انا معترف ان انا ارهابي زيه بس. بصور هندسه كمل. حبيب قلبي عايز حبيبي. انتوا كده بتحسوا والله كل حاجه مش ولع خالص. يا باشا فريق خرق انت بتتخانق بره يا باشا. ناقصه منها؟ انت بتتخانق بره. بتتخانق؟ اه. هات يا عم نحقق معاهم نرميها في السجن على طول. يا باشا روح اسرع بك عندي حصه بره ولا بره. لا لازم ايدك دي بدل ما اموتك حالا. في ايه؟ يا ست بتحرق تشتغل ولا اللي في ايه؟ مش اتصرف معاه مش انا بقى. لا قطع. اتحبست خلاص يلا انت ده ياخد 100 جنيه. انت مين قلت مين على السجن؟ شكرا بناخد العمال الجنيه. انت شكرا به؟ اه. يا باشا احنا يا باشا. خد يا كلب يا شفي. خد يا كلب. براءة يا باشا براءة. اتفضل عشان لو ريتناش. سلمينا على الباشا. الفكرة اللي انا عايز اوصلها ان لازما ابن عامل النظافة وابن الوزير ابن رئيس الاثنين يتعاملوا معاملة واحدة. مش ده يتعامل او ابن الفقير يتعامل اوسخ معاملة وابن الرئيس ولا ابن الوزير يتعامل احلى معاملة. دي اعمل اقل جريمة يتمسك يروح 60 داهية. ابن رئيس ولا ابن وزير يعمل جريمة كبيرة ما بيحصلوش اي حاجة ويطلع زي الشعر من العديم. امبارح وزير العدل قال لك ده ابن عامل النظافة ما ينفعش يبقى يمسك اي منصب. على فكرة انا احترمتك في الكلمة دي، مش بالشكل الكبير. المهم اللي عايز اوصله لك ان انت جبت واقع البلد في قرار ان فعلا ما ينفعش ابن رئيس ولا ابن عامل نظافة يبقى يمسك اي منصب. لكن المفروض انت ما تقولش كده برضه. هرجع اقول لك ما ينفعش تقول كده، ان انت لازم تصلح وتعمل عشان تخلي ابن عامل النظافة ممكن يقدر يمسك منصب. بس ده اللي عايز اوصله. هتلج من كتر الحر، انا هخرج اقف الدنيا حر هقلع واخرج اقف في الشتاء شويه.